خوتي موضوعنا اليوم على الوالدين نعم عطاهم الناس اللي ربي اللي عنده والدين الله يخليهم له، اللي مرض الله يشافيهم له، اللي ماتوا الله يرحمهم. اللي بغيت نوصل لكم اخوتي، انا كنتصل بيا دابا شي سيمانه ونص واحد الراجل قال لي ولدي حمقني، قال لي ما خليت حتى شي طريقه درتها معاه بغى واش يدير عقلو كيهضر معايا ومعاه النادم ديالو. المهم اخوتي اللي بغيت نوصل لكم، تهلاو في والديكم. هاد الدري هذا شنو المشكل ديالو؟ انه قال لي شي كميت يدير كالات، المهم بدا يخرج للطريق، قال لي ما خليش ما دارش معاه باش انه يبعدنا على داكشي. الحل كاين بين يديك اخي. هاد الفيديو اللي عنده خوه واللي عنده ولدو، المهم هاد الفيديو ليكم، ولا اللي مثلا عنده بنت سوا بنت سوا دري، المهم اخويا ولا خالي ولا عمي ولا با ولا اي حاجه بغيت نقول لكم، سواء انت عندك خوك صغير عندك ولدك صغير، ماشي صغير تسمع صغير تقول صافي راه مره، المهم في هذاك السن ديال المراهقه اللي يقدر مثلا يخرج للبليه ولا البنت مثلا تخرج انها تخرج الطريق. المهم انا هذا الميساج بغيت نوصلو لكم. الميساج نتوما كتقصروا اخوان، شنو هو؟ تقول لي حقا كيفاش ما كيفاش، انا مهلي فيه جايب له الحوايج جايب له هادي. لا صاحبي لا عمي، اسمع لي، عندك دري صغير في سن المراهقه ما نخليش انه يتصاحب معاه من موالة. مثلا باقي يقرا يجي من المدرسه نخرجو نضرب بيه دور انا بيدي، مثلا هو كيعجبو القلفازور نشدو ندي انا القلفازور، تعجبو البحر نشدو انا نديه للبحر، نخرج انا وياه نديرو صاحبي، يعاود لي الشده والفاد. لا ما نخليش انا فرصه لهذاك واحد اخر مثلا تبله يبلي لي انا ولدي، ما نعطيهش الفرصه ديال انه يشد لي ولدي من يدو يديه ويدير فيه ما هو. كذلك نتوما اخوانك بحال دابا هذيك البنات اللي كانوا باقي صغار وقاعده مع دري مخرجها غادي بها القهوه على قوه الله كبر كبيره خلي يسالك هذا. كذلك عاوتاني مثال البنات اخوتي تلقاها مثلا وصلت لسن المراهقه، هذيك الفرصه انا نعطيها لواحد اخر يديها مثلا يخرجها يديها القهوه ولا يديها الواد في الاخر يدير فيها ما نعطيهش فرصه نهائيا. شي حاجه سميتها فرصه ما نعطيهاش له. عندي اختي شدها نديها من يديها عادي، اختي ندير البحر ندير القهوه ندير الكسيان المهم نعطيها واحد الحاجه سميتها الصداقه، اختي نديرها صديقه ديالي تعاود لي اي حاجه الشاده والفاد، ما نخليش واحد اخر يجي ينفخ لها براسها وبالزربه ينصب عليها. هذه اسهل حاجه. عندي بنتي عاوتاني كذلك، سوا دري سوا مرا، شدي بنتك ديرها صاحبتك تعاود لك اي حاجه باش ما يقول بها شي واحد اخر. انا هادشي اللي وليت نشوفو مثلا البنات خارجين الطريق من النتيجه ديال النتيجه ديال الاهمال وواحد الحاجه ديال النصب، تلقى مسكينه دازت واحد المرحله صعب ما يمكنش انها ترجع للور. لا انا نمشي مثلا نعطي نخلي واحد الفرصه لواحد اخر يشدها مثلا يديها يدير فيها ما بغا في الاخر يبليها، شنو تولي هاد المسكينه هادي؟ تولي عار عليك. قبل ما تولي عار عليك رد انا قدوه لواحد اخرى. فهمتوني الاخوان؟ خويا اختي عمي خالتي كلشي بين يديك باش تصلح انك تصلح ولادك ويمشيو في واحد الطريق زوينه ساهله ما كاينش شي حاجه. حنا ولفنا واحد الحاجه، شنو هي؟ انه خصها تبقى عندي واحد الهيبه، مثلا انا اب خصها تبقى عندي واحد الهيبه، انا اب ما خصش ولدي يتصلب عليا، ما خصوش يضحك معايا، ما خصوش، لا بالعكس نشد ولدي نضحك معاه نعطيه وقت ما نقمعوش. كذلك هو مثال اختي، عندي بنتي نعطيها وقت، عمي عندي بنتي نعطيها وقت عادي ما نقمعهاش، نهضر معاها فاش ما بغات. شي مثلا يجي واحد اخر ينفخ لها في راسها ويدير لها ما نعطيهش انا فرصه. ديما نجلس مع بنتي ونتشاور معاه، ديما نجلس مع ولدي ونتشاور معاه. شنو خاصك؟ شنو بغيتي؟ فين بغيتي نمشيو؟ شنو؟ ولا انا مثلا ما عندي ما يدير نشرو خارج نخرجو في يدي، غادي القهوه نديه معايا. فهمتوني الاخوان؟ حنا بامكاننا نسيرو راسنا براسنا ونقادو امورنا لراسنا، متسناوش ان بنادم عاد يجي يقول لي ولدك دار ولا بنتك دارت. لا اخويا، وتجي بنتي ولا ولدي يقول لي انا درت. علاش؟ النتيجه ديالاش هذيك؟ النتيجه ديال انك تكتب ثقته وتعطيه واحد البر الامان. عاوتاني اخوتي خواتاتي اللي تيغوشوا على والديهم، اختي خويا اكبر غلط تدير
نهار تمشي من بين يديك اقسم بالله اقسم بالله غادي تندم على النهار اللي تزايدتي فيه. انا حاليا ما عنديش الام ديالي، وقسما بالله ما مرات نكون انا مريح بوحدي، سوا في الخدمه سوا في الدار، مو في شي بلاصه كون عاد نطلع مثلا في فيديو تطلع لي شي فيديو فيه الام ولا شي حاجه، انا كنحس بقلبي يتشتت وكنبقى نبكي. ما علاش اخوتي، انا عندي واحد الكنز نتصرف عليه اكبر تصرف، نستغلو احسن استغلال، ما حد باغي بين يدي. رانا نعطيكم مثال بسيط، شي الاب والام بحال الغينه، ملي تكون عندك الاب والام ديالك ها هما، هذا هو الغنى كيتسمى. ملي تكونوا عندك الاب والام كيتسموا غنى وباقي انت غني، ماشي غني من جيبك ولا غني من توقع لك مشكل في الخدمه في الزنقه، تجي كتشكي على امك، تلقى واحد الحنان كتنسى كلشي. بالخصوص عاوتاني كاين ما تيفكرش تمشي مو باه تمشي تتعاطى المخدرات لعيبه، تيقول تجي ما كيقول لك وانت ما عارف والو شنو، تيقول لك انا مثلا امي مريضه، امك مريضه انت مثلا كميتي الدواء، امك ميته الدواء ترجع من القبر اللي كميتي. ما بالعكس، ديما نتصرفوا الاخوان احسن تصرف ونستغلوا واحد الفرص احسن استغلال. المهم خوتي كما بغيت نقول لكم، اللي عنده والديه يتهلا فيهم واللي عنده وليداتو يتهلا فيهم. هذا الشيء، هذا الفيديو هذا اقسم بالله فيه واحد الشرح اللي غنمشي به واحد الطريق زوين سهله، ما كاينش شي حاجه. انا قلت لك الدري ما نعطيهش فرصه ديال انه يعاشر واحد المعاشره ماشي هذيك، والبنت عاوتاني كذلك، عاوتاني البنات والدراري الصغار يتهلاو في والديهم، ما بقاش يديروا لهم شي حاجه اللي تقدر ديرونجيهم، تقدر تمرضهم، يستغلهم احسن استغلال. سهل، فيديو بسيط، واللي بغيت نقول لكم اخوتي هذا هو اللي كاين، والسلام عليكم.